عندك رؤوس سودا في مناخيرك او دقنك ومش لاقيه ليها حل؟ تعالى اقول لك الحل الصح اللي فعلا هيخلصك منها. الرؤوس السودا بتتكون بسبب ان المسام بتتسد عن طريق الدهون وبتتاكسد على سطح الجلد، فاحنا محتاجين حاجات تنظف بعض. اول حاجه تستخدميها هو سيرم يكون فيه ساليسيليك اسيد بتركيز 2% وجلايكوليك اسيد بتركيز 30% زي ذا اوردينري، لانه بيفتح المسام وبينظفها من جوه. بقى لو مش معاكي بادجت تجيبي سيرم غالي فما تقلقيش، انا هقول لك على خلطات تعمليها في البيت وانت قاعده مكانك، زي السكراب ستوكر بزيت جوز الهند او العسل، وده تستخدميه مره لمرتين في الاسبوع، بتحطيه على الاماكن اللي موجود فيها رؤوس سودا وتحركيها بحركات دائريه زي ما قلنا في فيديوز كتير قبل كده، عشان كده قلت لك تابعين. تاني حاجه زيت شجره الشاي، ودي بتحطيها على قطنه وتحطيها على الاماكن اللي موجود فيها رؤوس سودا، كل ده بيقلل الدهون وبيطهر المسام. بس خلي بالك في حاجه مهمه جدا لازم اقولها لك عشان ما حدش يضحك عليك، وهو انك لو استخدمتي منتجات كتير جدا عشان تعالجي الرؤوس السودا وبرده مفيش فايده، فانت كده معناه ان انت محتاجه تكنيكس ادفانسد اكتر او متقدمه اكتر زي الليزر او الديرمابريجر في عياده جلديه او متخصصين. اما بقى لو عايزه ترشيحات لمنتجات معينه اكتبي لي في الكومنتس، وما تنسيش لو عجبك الفيديو ده شيريه.